يا ترى ايه حكاية مطعم كرم الشام وازاي اتحول من فرع وحيد لفروع في كل أنحاء مصر بتكسب كل يوم ملايين الجنيهات؟ قصتهم بدأت مع معلم شاورما زي باقي الناس في سوريا، دقت بالظروف بعد الأزمة اللي واجهتها سوريا، وباع اللي قدامه واللي وراه واستلف من الناس كلها علشان يكمل فلوس السفر. جهز أموره وصلى ركعتين استخارة وتوكل على الله ونزل مصر أم الدنيا، واللي دايما معروفة إنها بتفتح دراعاتها لكل الناس من كل البلاد. ومن هنا بدأت الحكاية. المعلم فتح محل شاورما متواضع، وبعدين المحل بيتطور ويتوسع ومع اللمسات السورية والنفس العالمي واللي نكهته مميزة جدا اتشهر وبقى مسمع في كل مصر تحت اسم كرم الشام، وبقى بيكسب ملايين يوميا. الناس حبت اللي بيقدمه، خصوصا انه مشهور بتتبيلة شاورما مش موجودة في حتة تانية خالص، وبقى المطعم ده حديث الشارع المصري، ومفيش نجم سينما ولا يوتيوبر ولا مسؤول في مصر اللي لما زاره من كتر ما سمع عنه. اتشهر مطعم كرم الشام باختراع اشهر ساندوتش في مصر واسمه الصاروخ، وطوله نص متر بالظبط، ليه طريقة خاصة في تحضيره وبيتغلف بشكل أنيق وشيك زي مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، وده اللي شد الناس ليه. الحقيقة ان المطعم قدر يختلف عن غيره من مطاعم الوجبات السريعة سواء من ناحية التصميم او قائمة الاكل، وكل حاجة مرتبطة بالمطعم سواء من الديكور او الاطباق علشان يقدم تجربة مميزة مختلفة عن كل المطاعم اللي سبقوه في المجال، وده اللي خلاه في وقت قصير جدا يتفوق على كل المطاعم دي ويثبت نفسه في مجال المأكولات السورية، خصوصا انه كان بيعمل عروض محدش غيره بيعملها زي ساندوتش الصاروخ النص متر وغيرها من العروض واللي سعرها اقل من السوق بكتير. ده خلاه يفتح فروع كتير في اكتر من منطقة ويكسب منها ملايين، ده غير عمال كتير فاتحين بيوتهم من وراه. والراجل ده بعد ما كان بيعيش وسط الظروف القاسية بسبب الأزمة السورية جه مصر وبقى عايش عيشة 5 نجوم اي حد يتمناها. تخيلوا المولات في مصر بقت بتترجاه علشان يفتح فرع عندهم باسم كرم الشام، واللي بقى فخر لكل ابن بلد سافر ونجح واثبت نفسه خارج بلده. لو فاكر ان الطريق كله كان سهل بالنسبه لكرم الشام تبقى غلطان، خصوصا انه في مره فتح فرع في مكان مشهور والناس كلها راحت الفرع ده واستفادت من العروض. بعد كام يوم المطعم اتقفل واتشمع كمان، اتقال انه بيقدم فيه اكل منتهي الصلاحيه وغير صالح للاستهلاك الادمي. هنا الناس كلها انتقدته على السوشيال ميديا والمبيعات بدأت تقل في باقي الفروع، وده بسبب الخبر. لكن بعدها بكم يوم الفرع رجع من تاني يفتح وحقق مبيعات أكتر من الأول. المسؤولين عن المطعم طلعوا بيان وقالوا فيه إن كل اللي حصل ده المقصود بيه الشوشرة بس وتشويه صورة المطعم، وإن كل الأكل اللي بيطلعوه في كل الفروع هم اللي بياكلوه بنفسهم، وعدت الأزمة ورجع المطعم أقوى من الأول. في النهاية بقى إيه رأيكم في حكاية مطعم كرم الشام وشايفين مين السبب في نجاحه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.